عنوان اليوم حساس جدا ومهم جدا شيخ علاء. ممكن البعض لا يعتقد أن إله الشيعة يختلف عن إله السنة. ده اللي احنا هنقدر نتعرف عليه، على ثقافة الآخر. الإله الحقيقي، من هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة؟ شيخ علاء المهداوي، اتفضل، 7 دقايق مع حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وناكري فضائلهم من بدء الخلق إلى يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. طبعا التوحيد هو أساس العبادات. إنسان إذا فسد توحيده لله تبارك وتعالى فسدت سائر العبادات. الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين يبلغ الناس توحيده. فالله عز وجل في معتقد الشيعة ليس بصورة ولا بجسم ولا بشكل ولا بهيئة ولا له ثقل ولا وزن، ولا يحيطه مكان ولا يدركه زمان. أما عند أهل السنة والجماعة نجد العكس. رب السنة والجماعة، أنا تمنيت المناظرة تكون مناظرة عنوانها بين المسيحي وبين المسلم. الذي يمثل الطرف المسيحي هو فهد والشخص المسيحي، لأن كلاهما نفس العقيدة، كلاهما نفس العقيدة. هذا عنده رب صورة وهذا عنده رب صورة، وراح يجي المسيح بوقته نحاوره. طيب، الرب الذي في معتقد السنة والجماعة والسلفية هو رب يائس بائس، كما عرفه عبد الله القصيمي الذي كان وهابيا سابقا. هذا رجل نزل 8 كتب يدافع عن الوهابية، ودرس في الأزهر من ضمن الأسماء الكتب الثورة الوهابية، وإذا به يخرج من دين معتقد البخاري إلى الإلحاد بسبب ماذا؟ قال هو رب عاجز يائس بائس. وفعلا صدق، الرب الذي في البخاري هو بائس عاجز. طيب، نحن الشيعة نعتقد الله عز وجل أجل وأقدس أن يحيطه مكان، أو أن يوصف بوصف، أو أن يتخيله متخيل، أو أن يرى بعين. من هم الخلائق حتى يرون الله؟ وهل هو محدود؟ دخل رجل للإمام الصادق عليه السلام قال: يا ابن رسول الله، أني أحد الناقلين فيقول للإمام شخص يقول إن الله جسم، لأن الأشياء شيئان، جسم وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل. فقال أبو عبد الله شيخ فهد: أتمنى تتعلم التوحيد من الإمام الصادق وتعوف بن تيمية. قال: ويله، أما علم أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحد شنو؟ احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. وبعد مولانا قال: قلت فما أقول؟ قال: قل لا جسم ولا صورة وهو مجسم الأجسام ومصور الصور، إلى آخره. أنا في حواراتي 750 حلقة في التوحيد إلى الآن مستمرة لمدة 7 ساعات أو 5 ساعات فاتح الحوار، وتشيع 500 شخص بسبب هذه الحلقات. وأعلنت أمام الناس جميع أمة المليار وجميع مشايخ السنة أن يجيبوا على أسئلتي، وهذه الأسئلة مقدمة بأن الشيخ فهد لن يجيب على أي سؤال. 3 أسئلة مع فهد ولن يجيب، ولكن بشرط أن يبقى بنفس النقطة ونفس الحوار. سؤالي الأول، سجل يمك يا شيخ فهد، لأن هاي الأسئلة ما سامحها ولا طارقها قبل عالم ولا طارقها قبل شخص. إذا إن الله عز وجل وعد في القرآن الكريم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يا جنس أولا الجنة ويا جنس الثاني الناس، يملأ النار، فلماذا البخاري يخالف القرآن ويقول إن الله بالرواية عن أبو هريرة عن النبي عندكم إن الله يملأ جهنم بقدمه؟ موضوعي: هل الرب الذي عندك هو كذاب بوعده أم هل هو يخالف وعده؟ ومن علامات المنافق إذا وعد أخلف،
وعد الناس أن يملأها من الجنة والناس أجمعين في القرآن الكريم المنزل على قلب النبي الأحمد، وفي البخاري يناقض ويخالف كلامه ويملأها بقدمه، وتمتلئ جهنم بقدم الله. لا تقل لي القدم مو مثل البشر ولا يسأل عما يفعل، هاي كلها مرات علي، هاي 750 حلقة كلها. جاوبني على الوعد، لماذا ربك يخالف وعده؟ واحد. اثنين، لماذا في معتقد السنة والجماعة رب متنكر يتنكر للخلائق يوم القيامة؟ هذا الحديث مورود طبعا وارد في كتاب صحيح البخاري في التوحيد، ووارد في كتاب صحيح البخاري في الرقاق، ووارد في كتاب صحيح مسلم في الإيمان. طيب سؤال يقول هنا ربك يأتي متنكرا فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. يعني عندكم الله غير هذا الله اللي انذكر بالقرآن؟ تقولون الله نعوذ بالله منك؟ طيب فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. طيب حصل عنده انقطاع لحظات، ثواني ثواني ثواني. طيب لحظات لحد ما يلتحق بينا الأخ علاء المهداوي. نتمنى بس إن احنا ننوه على أمر مهم جدا على الشات. لو سمحتوا أولا بعد التحية لكل اللي موجودين على الشات، أتمنى من حضراتكم بعد إذنكم الاحترام المتبادل بينكم على الشات. لو سمحتوا بعد إذنكم إذا كنا بنناقش أمور عقائدية مختلف عليها وهي حساسة، فنحاول ان احنا يعني نعي تماما ان في شرائع اخرى بتشاهد. فنتمنى ان احنا حق النقد مكفول، النقد مسموح، ولكن نحاسب على كلامنا عشان نقدر نوصل صورة ايمانية عقائدية حقيقية للشرائع الاخرى على الاقل. طيب اخ علاء المهداوي اتفضل، انت معاك دقيقتين، اتفضل. طيب معي دقيقتين. طبعا أن يجيب على الوعد الذي وعد الله في القرآن الكريم وخالف البخاري. في عقيدة أهل السنة والجماعة يأتي الرب متنكر فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. هسه المنافقين طلعوا يعرفون الله، لأن هاي رواية للمنافقين. بالبداية جالهم متنكر نكروه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. إنما طلعوا المنافقين يعرفون الله جل جلاله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. السؤال الثاني، إذا كان للمؤمنين أن يرون الله في معتقد السنة من باب النعيم ومن باب الرضا ومن باب المكافأة والجائزة، فما بال المنافقين يرون الله؟ ما هو التفضيل أصبح بين المنافق والمؤمن؟ وكلاهما يرى الله. وللعلم المنافقين سبقت رؤيتهم لله قبل المؤمنين، ويرون الله بالحالتين المتنكرة والحقيقية، وسبقوا المؤمنين. وأين التفضيل إذا هي خاصة للمؤمنين؟ 2. 3. عقيدة الأصابع، إن لله أصابع، أريد من البخاري أو بالأصح هل هي عقيدة قرآنية أم يهودية؟ عقيدة إن لله أصابع هل هي عقيدة قرآنية أم يهودية؟ أتمنى أمام الناس وأمام المشاهدين وكل عاقل لبيب يسمعني أريد الإجابة على أسئلتي. لا تقل لي عم لا يسأل، ولا تقل لي هاي الأمور غيبية. لا، غيبية هي واردة في كتبك. كيف غيبية وهذه كلها واردة؟ أصلا أنا عندما أقول فلان أمات ثم أتي أقول فلان لا حي، اللي حقيقة يقول يا انت متناقض، تو قلت انت فلان مات، نو بتقول لا حي.
أنا قاعد أسأل على نعم هذه تناقضات. نعم. تارة يقول شكرا الرؤيا شيخ. للمؤمنين، وتارة المنافقين يرون الله وقبل المؤمنين. نعم تارة نعم يقول خلينا. جهنم تمتلئ من الجنة تمام. والناس أجمعين يملأها، وتارة البخاري شكرا يقول شيخ لا علاء يملأها المهداوي. بقدمه. أسأل على هذه التناقضات خليني الموجودة بين خليني روايات معاك. البخاري التي هي عكس القرآن الكريم. شكرا شيخ علاء. جيد. خليني معاك بس دقيقة واحدة يا شيخ علاء، لأنك أنت طرحت رواية أول مرة نسمعه وأول مرة تطرح. فأنت سردت الرواية فين يا فندم؟ إن الله سوف يأتي متنكر، ده في الماضي أم في الحاضر؟ وسند الرواية دي إيه عشان نراجعها ولا حضرتك، لأنها مهمة جدا. طيب، الرواية في كتاب صحيح البخاري واردة 3 مرات، في صحيح البخاري في باب التوحيد، واردة في صحيح البخاري في باب الرقاق، وواردة في صحيح مسلم في باب الإيمان، والرواية صحيحة السند وثابتة ولا يوجد أي عالم طعن بها. وهذه الرواية أنا عرضتها لمدة 150 حلقة ولن أجد جواب. متنكر أن يأتي بغير صورته، يعني طب يأتي ممكن بغير تقرأ لنا يا شيخ علاء؟ أنا طيب. هوقف لك الوقت. تقرأ لنا سرد الرواية كده مذكور فيها الله حرفيا، اقرأها لنا لأنها مهمة. طيب، أقرأ الرواية، أقرأها لك مالت لو السند فلان عن فلان. لا، اقرأ لنا الرواية يعني مش كلها، ولكن يعني الشاهد فيها. الشاهد فيها، نعم، هو الشاهد. نعم. وتبقى هذه الأمة يوم القيامة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. متنكر في غير الصورة التي يعرفون، يعني جالهم متنكر، فيقول أنا ربكم، فيقولون له نعوذ بالله منك. هذه الأولى جالهم بغير صورة، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه. بعد ما نكروا بالبداية انه بيجي لهم بالصورة الثانية، فيأتيهم الله مرة ثانية في الصورة التي يعرفون. المنافقين طلعوا يعرفون الله بالبداية نكروا، لأن جالهم متنكر ما جالهم بالصورة اللي هم يعرفون بيها، جاي لهم بغير شخصية. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، يقولون أنت ربنا. إذا جالهم بحالتين، حالة التنكر والحالة الحقيقية. سؤالي أنا هسه مال التنكر هم لي سؤال، والمؤمنين المنافقين يعرفون الله هم لي سؤال، ولكن السؤال الذي حير عقلي وحير عقول الكثير، إذا كانت إن رؤية الله للمؤمنين من باب النعيم والجنة والمكافأة، فما بال المنافقين يرون الله وبالحالتين المتنكر بها والحقيقية ويرونه قبل المؤمنين؟ شكرا شيخ علاء المهداوي على الطرح. ننتقل الى فضيلة الشيخ شكرا الشيخ علاء المهداوي. ننتقل الى الشيخ فهد القحطاني. شيخ فهد القحطاني، يعني احنا لو هنستغرق الوقت بتاع حضرتك ان احنا يعني نعقب على صحة الرواية ديت، لانها في صلب المعتقد، هي حقيقة تستحق يعني ان يعني هو يعني اللي بيطرح، انا اعتبر ان اللي بيطرح ده يعني باحث ومفكر. فهي الله هل هو متغير الهيئة نفسها؟ يعني السرد اللي هو سرده الأخ علاء الآن يعني هو يشد أي إنسان. فأنت حضرتك يا فندم اتفضل، مع حضرتك أيضا 7 دقائق شيخ فهد، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سآتي على موضوع الذي ذكره الشيخ علاء في أن الله يتنكر يوم القيامة، لكن سأجاوب على الأسئلة التي قبلها، وسأعرج على الكلام اللي تريده في آخر سؤال طرحته. أما أنك تقول أن الله عند الشيعة أو الرافضة ليس بصورة، فنقول إن أجدادكم الروافض كانوا يعتقدون أن الله صورة وأن الله جسم. جاء في أصول الكافي للكليني وفي التوحيد لابن بابويه وغيرهما مما يدل على أن الشيعة
قد غرقوا في خلافهم في التجسيم، فمن قائل إنه صورة ومن قائل إنه جسم. ثم اتبعوا خطوات الشيطان فتغير مذهبهم فعطلوا أسماء الله معلش وصفاته. يا شيخ فهد، زي ما انا سألته برضو على المصدر وقال البخاري ورقمه، والمصدر ايه اللي بتقرأ منه حضرتك عشان نراجع ايضا ويكون مرجعية. طيب، في أصول الكافي للكليني والتوحيد لابن بابويه. وكان الأئمة يتبرؤون من قول الهشامان، هشام بن الحكم وهشام بن سالم. طيب، مثلا نذكر جاء في أصول الكافي وغيره عن محمد بن الفرج عن أن الحسين عليه السلام سأله عما قال الهشامان بأن الله صورة، فكتب: دعك عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. ثم تغير مذهب الشيعة فعطلوا أسماء الله وصفاته، وتأثروا بمذهب المعتزلة فألفوا المصنفات، وذكر الشريف المرتضى وأبي جعفر الطوسي في كتبهم، واعتمدوا على كتب المعتزلة كمسألة خلق القرآن ونفي رؤية الله في الآخرة وإنكار الصفات. ثم المرحلة الثالثة وهي التي انفردوا بها عن الأمة، وصفوا أئمتهم بأسماء الله وصفاته، فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وهم يعني يتبجحون ويقولون: نحن ننزه الله. أين تنزيه الله وأنت تجعل صفات الله الخالق في المخلوقين وهم أئمتكم الاثني عشر؟ روى الكليني في أصول الكافي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا. أصول الكافي في الصفحة 143 و144. وتورطوا الرافضة في المجاز، حيث أنهم يقولون نأخذ بباطن الآيات القرآنية، ويقولون أن لها 70 بطنا بدون قرينة تدل على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن الكريم أنه نزل بلسان عربي مبين. فلما تريد أن تغير ظاهر الآية إلى خلاف ظاهرها لابد أن تأتي بالقرينة. أما أنك ترمي بالكلام على عواهله وتقول أن آياتنا فيها 70 بطن، فيها 70 بطنا، فهذا يعني كله كلام لا يعني يقدم ولا يؤخر. وأيضا في المرحلة الرابعة لكي يؤيدوا مذهبهم في تعطيل أسماء الله وصفاته، حرفوا الآيات القرآنية لمذهبهم. فمثلا قال الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال الرضا إنها نزلت كذلك، يعني ليس كالقرآن الذي في أيدي المسلمين، وإنما بالتحريف الذي ارتضاه الرافضة. إنها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام، لكي يعني ينزه الله، زعموا على أنه لا يتحرك. فهذا كله يعني كلام يعني من الرأس وليس مما قال الله وقال رسول الله، فلا يكون حجة على المسلمين إلا الدليل. طيب، هذا الرد على أنك تقول أن الرافضة لا يقولون أن الله ليس بصورة، ونحن نقول إن الله خلق آدم على صورته. نعم، لله صورة، بس هل أحد من علماء المسلمين قال أن صورة الله كصورة آدم؟ لن تجد إلى ذلك سبيلا. طيب احنا عندنا دقيقة لحضرتك شيخ فهد، يا ريتك تعقب على الرواية اللي هو ذكرها ديت. طيب أبشر.
لو الوقت مش هيكفي احنا ممكن ان احنا في المداخلة الجاية حضرتك ممكن توضحها يا شيخ فهد. طيب لو اتفضل. تعطينيها في المقابل يعني القادمة أحسن. طيب أنا سمعته يقول ويدندن دائم. الآن طيب. كم بقي على وقتي؟ هو الوقت انتهى لحضرتك. انا كنت اتمنى ان احنا طيب في المداخلة القادمة ممكن حضرتك تعقب على الطرح اللي طرحه ده. هل تقبل يا شيخ علاء ان احنا نديله دقيقتين 3 كمان يعقب على النقطة ديت وانا اضيفهم لك في الوقت القادم؟ انا الحين اريد اخذ وقتي. طيب تمام ماشي. يلا اتفضل خد وقتك يا شيخ علاء 7 دقايق. طبعا اخوان 3 اسئله ما جاوب على سؤال، واخذ يشرق من موضوع الصفه، من موضوع الاجسام، من موضوع الصوره، من موضوع. اخوان لاحظوا الكذب على علماء الشيعه. هو قال في التوحيد في كتاب ابن بابويه القمي يقول ان الله صوره. تعالوا الى كتاب التوحيد ابن بابويه القمي، هو الباب اسمه ان الله ليس بجسم ولا صوره. هو باب الباب هو اسمه بالكتاب اللي ذكرته تقول الله صورة وجسم عند ابن بابويه القمي. هذا أمامي كتاب التوحيد لمحمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المتوفى 381. الباب باب إن الله ليس بجسم ولا صورة. كم رواية تثبت بأن الله ليس جسم ولا صورة؟ 20 رواية. وهشام بن الحكم كان يعتقد بهذا الاعتقاد إن الله جسم ولا صورة قبل أن يتوب، ثم تاب وقبله الإمام. فنقلوا عن هشام بن الحكم قالوا يا ابن رسول الله إن هشام بن الحكم يعتقد بهذا الاعتقاد. فقال لهم الإمام هنا ماذا قال لهم؟ إن الله تبارك وتعالى لا جسم ولا صورة، وهو مجسم الأجسام ومصور الصور، لم يتجزأ ولم يتناه ولم يتزايد. هاي قبل أن يتوب هشام بن الحكم. فالباب اسمه إن الله ليس جسم ولا صورة. ليش تكذب على العالم؟ فاسمعني حديث للإمام الصادق أتحداك، بل قول بن بابويه القمي في كتاب التوحيد يقول إن الله بجسم وصورة. أتحداك أمام الناس واترك عنك الكذب والتدليس. فهذا الكتاب أمامي. 1. 2. أما يقول إن الشيعة نسبوا أسماء الله لآل البيت في الرواية التي ذكرها نحن أسماء الله الحسنى. الرواية الحديث الرابع موجود في كتاب مرآة العقول المؤلف العلامة المجلسي الصفحة 2 الجزء الثاني صفحة 115. قال الحديث الرابع مجهول وسموا بالاسم لأنهم يدلون على قدرة الله. طيب الحديث مجهول. طيب ثم نأتي إلى صحيح البخاري ينسب صفات الله إلى النبي محمد. أليس صفات خاصة لله؟ لماذا تنسبونها إلى النبي محمد؟ صحيح البخاري في باب ما جاء في أسماء رسول الله عن فلان قال رسول الله لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي. أليس هذه صفة لله يمحي الذنوب؟ وأنا الحاشر. أليس هذه صفة لله يحشر الخلائق؟ لماذا تعطون صفات الله إلى النبي محمد؟ ما يوجد عندك دليل. طيب إذا أحبتي واضح الرجل دلس بكلام كثير، ولم يأتي لنا بصفحة، ولم يأتي لنا بجزء، ولم يأتي لنا بسند. عكس نحن ننقل أمام الناس وفي كتب، هذه كتب أمامنا. ثم لم يجيب على أسئلتي كل التي ألقاها عليه الشبهات هي كل من عين الكذب ولا توجد فيها حقيقة. الله بصورة وجسم قالوا الشيعة. طلع لي يلا، انت قلت لي من ابن بابويه القمي، الان امامي طلع لي بيا صفحه الامام الصادق قال ان الله بجسم او صوره او المؤلف الذي قال. طيب ثم تقول هذه خاصه لله. من قال لك ان اسماء الله خاصه لله؟ من قال؟ اليس المميت اسم الله اعطي لعزرائيل وتاره يعطي للملائكه، والملائكة التي تتوفى الأنفس كما يقول الله في القرآن؟ أليس الله المحيي وهذه الصفة أعطاها لإبراهيم النبي؟ أليس الله خالق وأعطاها لعيسى ابن مريم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير؟ لماذا تقول هذه صفات خاصة لله؟ أتفتري الكذب على القرآن الكريم بعدما افتريت الكذب على ابن بابويه القمي؟ إلى متى الكذب يا أخي؟ طيب ثم رد لي على أسئلتي.
أسئلتي واضحة جدا، أسئلتي واضحة جدا. أما تريد معتقدك تذب علي والشمر علي، هاي ما تشتغل عندي. لأن أنا يا فهد أحترمك مالت الله وأحبك على ضحكتك، وقلت راح أشتغل وياك على الخفيف، بس هسه راح أشتغل وياك على الصعب. على الصعب. جاوبني، ربك ليش يخلي قدمه على النار وقد وعد النار أن تمتلئ من الجنة والناس أجمعين؟ ما جاوب. لماذا المؤمنين يرون الله أو المنافقين يرون الله وهي رؤية خاصة للمؤمنين؟ ما جاوب. هل عقيدة الأصابع هي عقيدة قرآنية أم يهودية؟ ما جاوب. إلى الآن لم يجيب. بينما لاحظوا إخوان كيف دليلي واضح وأدلتي داحضة على كل نقطة جاوبتها، 1 2 3 4، وأعيد عليك الأسئلة، وراح أشتغل وياك على المستوى الصعب، وراح أطلع ربك اللي هو ينزل ويصعد، وربك اللي نعم ما تعرفون ينزل بيا توقيت، ما تعرفون ينزل بيا توقيت، لأن ربك ينزل في الثلث الأخير، ولكن بيا توقيت، لكون الثلث الأخير في العراق يختلف عن الثلث الأخير في أمريكا. راح أجي اليوم ربك راح أشرحه للناس، أطلع له أسنان ولهات وكل شيء أطلع عن ربك. جاوبني. وهذا الوقت يا إخوان، هذا الوقت أمامي طبعا. يقول ابن تيمية: لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق ما بها على وجه التقييد. هذا حديث ما إن الله خلق آدم على صورته، إذن آدم شبيه لله عندكم. لماذا؟ لأن تعريف الصورة هي هيئة الشيء وحقيقته. فاللي يريد يشوف آدم شاف رب الوهابية، اللي يريد يعرف طول رب الوهابية خليه يعرفه من طول آدم. آدم طوله 60 ذراعا، فهذا طول الرب السنة والجماعة. متنازل من وقتي إلك أمام الجماهير، والله العظيم أمام الكل أتحدى أمة المليار أن يجيبون على أسئلتي. لن تجيب. هذه أسئلتي الثلاث، متنازل من وقت إلك، جاوبني عليها. تفضل. طيب، بسم الله وعلى بركة الله. أما قولك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لا يفهم منها أنه حتى لا يبقى فيها مكان. أنا لما أقول سأملأ هذه المدينة بسكانها بالسكان، فهل يعني هذا أنه لا يبقى فيها مجال؟ هذا لعدم فهمك لسياقات اللغة العربية. فيبقى مكان في جهنم، فتقول هل من مزيد؟ وهذا مصداق لقوله تعالى في سورة قاف، تقول النار هل من مزيد، فيضع ربه قدمه في النار فتقول قط قط، فالتأم القرآن والسنة التئاما لا يوجد شكا إلا من في قلبه شك. طيب، بالنسبة لأن أنت تقول أن يعني أنك يعني ستظهر إلهنا. شوف الآن أنتم هربتم وتزعمون أنكم تنزهون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن عقولكم، اسمح لي يا شيخ علاء، عقولكم لا تتحمل يعني قول الله ولا تحترمه في نفس الوقت. لماذا؟ لأن المسلمين من حيث أنهم أثبتوا صفات الله لم يشبهوها بخلقه، فارتاحت قلوبهم وضمائرهم. فنقول مثل ما قال الله عن نفسه أن له يدين، وأن له أعين عينان، وأن له، ولكن لا نشبهها بخلقه. فما الضير في ذلك؟ لكن أنتم أقحمتم أنفسكم فيما ليس لكم به علم. لماذا تكلف نفسك فوق طاقتها؟ هل الله قال تعتقد يعني بكيفية يدي، تعتقد بكيفية عيني؟ أثبت لنفسه، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. وإيتني أننا شبهنا الله بخلقه، لن تجد، وإنما اتهامات جزافا لا أساس لها. أما قولك أن يعني أصابع الرحمن، أي نعم، أنت قلت أن الرافضة
لم يقولوا بأن الله جسم. أنا أقول الرافضة الأوائل ثبت أنهم قالوا أن الله جسم واختلفوا، بعضهم قال بالتجسيم وبعضهم قال بأن له صورة، وهذا مثبت ولن تستطيع، ولكنك تتهم اتهامات باطلة. فيعني لن أتفاجأ باتهاماتك ضدي، لأنك يعني اتهمت كتاب الله واتهمت سنة رسول الله، فما الضير أنك تتهمني، بحيث أنك تقرأ كتاب الله ولا تفقه معناه وتحمل الناس شيء لم يقولوه. طيب، بالنسبة لأصابع الرحمن أيضا عندكم أن يعني في الكليني ذكر في الكافي في المجلد الثاني صفحة 353 أن النبي قال: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما قولك يعني أن له 5 أصابع 6 أصابع، ائتني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا، لم يأتي، إنما أتى أحاديث يعني أن الله يحمل الأراضين على 7 والسماوات على الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع. فنحن نقول أن لله أصابع هو الذي يثبتها لنفسه، لكن لا نقول أنها كأصابع المخلوقين. وهل أهل السنة والمسلمين يقولون بأن الله جسم؟ ائتني بأحد علماء المسلمين وأثبت وقال أن الله جسم، ولكن نقول أن الله لم يصف نفسه بأنه جسم ولم ينكر عن نفسه أنه جسم، فنحن نقف عند حدود الله، لا ننكر ولا نثبت. أما بالنسبة أنك تقول أن الله يتنكر يوم القيامة، يعني هذا أتمنى يعني لما نأتي إلى يعني ذات الإلهية أن يكون هناك يعني كلام ألطف من ذلك. فنقول اختلف علماء المسلمين في شرح هذا الحديث على 3 أقوال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفار لا يرون ربهم بحال، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب. 3 أن الكفار أو المنافقين يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان. الآن نضرب مثال ولله المثل الأعلى. مثلا إنسان ناجح ويعني قدم شيء جميل لدولة ما، نعم. فلما يرى السلطان يراه نعم. يعني بشرف وبعزة وبفرح، لكن نعم. ائتي بلص ومجرم ويعني غير صالح وأقفه أمام السلطان، فإنه نعم. لا يتمتع بالنظر إلى السلطان، وإنما هو يعني يا شيخ فهد، انت حضرتك دلوقتي بترد على الرواية ان في اختلاف ل3 سيناريوهات مطروحة من كلام الفقهاء للرواية اللي سردها الشيخ علاء، مظبوط كده يا فندم؟ نعم، ولكن هذا يا أستاذ محمد في عرصات يوم القيامة، لكن في الجنة لا يرى إلا المؤمنون. أهل الجنة شكراً. هم الذين يرون شكراً الله شيخ رؤية فهد. نعيم، بشكر. لقول الله تعالى للذين أحسنوا نعم. الحسنى والزيادة، فسرها النبي تمام. الزيادة النظر إلى وجه الله. طيب شكرا لك يا شيخ فهد، شكرا لحضرتك ان انت تفاعلت مع هذا الامر. طيب شيخ علاء اتفضل. اولا قال الشيعة بالبداية انهم ياخذون على المجاز، ثم الاخ هنا يلتجئ للمجاز. يا للتناقض يا للهول. ما هو التناقض؟ قال عندما نسأل على سكان هذه المدينة لا يعني الرجال لا يدخلون فيها، هو هذا مجاز. انت ايش تاخذ بالمجاز؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الآن آمن بالمجاز، ثم يقول إن لله أصابع، أن قلوب العباد بين إصبعي الرحمن. أتحدى أن يخرج هذا الحديث في صحيح البخاري
ولماذا في كتاب التوحيد في صحيح البخاري موجود حديث اليهودي جاء حبر إلى النبي فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على أصبع والبحار على. هل نبيك يعلمه يهودي؟ أما تخجلون؟ أما العيب منكم يا تدعون الإسلام؟ نبي الرحمة العالم غير معلم يعلمه يهودي. أتحدى يخرج لنا حديث من النبي هو بذاته من البخاري، أريد من البخاري قال النبي إن الله عنده أصابع. أريد حديث من النبي، مو جاي اليهودي حبر يعلم نبيك عنده أصابع. هذا أي نبي؟ هذا جاهلون لا يعلم ما صفة الله. ضحك النبي. يا بني ضحكت نبي ليه ضحكت؟ يقول ضحكت تصديقا وتعجبا لما يقوله اليهودي. شات شنو ما تدري الله عنده اصابع؟ شات شلون النبي بالله يهودي يعلمك؟ طيب هذه وحده. اثنين يقول المنافقين عندما يرون الله من باب العذاب. شلون من باب العذاب وبالبدايه نكره؟ وشنو الداعي ياتي لهم بصورتين؟ بالبدايه باب العذاب الاول والثاني باب العذاب التو. يعني يأتي لهم بحالتين، الأول عذاب، الثاني شنو؟ لطم زجر. زين إذا أجانهم بحالة العذاب شلون بالمقالة الثانية فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون. وين شايفين هم العذاب قبل؟ يعني حتى بالدنيا هم شافوا الله بحالة العذاب. لأن الحديث يقول إنهم يعرفون الله سابقا. بابا قاعد يتكلم على شخص. وخالف شرح النووي يقول في شرح هذا الحديث يأتيهم الله على هيئة ملك أو مخلوق. ما موجود عذاب عند النووي يا أخوان والله العظيم. إن الطرح اللي قاعد يطرحه مو يم موضوعي. يابا واحد يعني إجا شخصية نكروه قالوا له أنت مو ربنا. زين إذا هم جايين بصورة عذاب ويتجرؤون على الله ويقولوا له أنت مو الله. شعدا يجي لهم بصورة مبتسم شو يسوون؟ يطردونه. هذا يطردونه إذا هو بصورة عذاب جاي لهم وعقاب وهم ماخذين على الله بساحة القيامة. أنت مو الله خوش إحنا الثانيين ربنا. راح خذ هذا جولة شوية ورجع لهم ترى أنا الله ولكم يقبلوني. أنت ربنا. شنو ربط العذاب بالموضوع؟ زين. اثنين الإجابة على حديث أنا ما قاعد أتكلم على صفة الله ولا تسأل عن صفة الله ولا تتجاوز على الذات. يا أخي قاعد أقول وعد الله. أليس الله قد وعد في القرآن أن يملأه من الجنة والناس أجمعين؟ هسه رب الوهابية صار عنده ساقين. ساق واحد بالنار مخلي وساق واحد يكشفه للمؤمنين. شنو شالخ؟ يا أخي كافي هالمهزلة. كأب ضحكتوا الأمة. العالم ظلت تلحق من وراءكم. أقرب الناس للإلحاد هم أهل السنة والجماعة إذا ما يعرف أنهم الشيعة. لم يجيب على سؤالي أخرج لي من ابن بابويه القمي حديث إن الله عنده جسم أو صورة. افتريت على ابن بابويه القمي ولم تجب. أجابتك كلها مو منطقية ومتأكد أنا السنة الآن مطأطئ الراس. يا بعد قلبي ارفع راسك. يا بعد قلبي ارفع راسك. أدري بك خزلان. أسامة الأردني قاعد تسمعني متشيع. انت قلت والدتي تريد تشيع بس تريد تعرف الحقيقه. قلها يمه سمعي انفضحنا اشتهرنا والله اشتهرنا. الله مخلي قدمه بالنار والنار للمنافقين. اضحك يا مولانا اضحك. وجاي تناظر لي مسيحي على اليمن. جيت اطبقكم سوا وخاطبكم نفس الخطاب. لان ذاك يعتقد الله صوره وانت تعتقد الله صوره. ذاك يعتقد الله بشر وانت تعتقد نفس الحاله. النار الله قد جعلها للمنافقين والكافرين. هل قدم ربك منافق أو كافر حتى تدخل إلى النار؟ شو يقول هنا؟ يقول في الشرح ابن تيمية في المجسم. قال المجسم قد ويراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى. بما ربك يشار إليه وهو جسم. هذا ابن تيمية. قال المجسم ابن تيمية وقد يراد بالجسم ما يشار إليه. وين ربكم؟ قاعد على العرش. أشارت إليه جسم. وما يرى يا سنة تشوفون الله نشوفه يوم في الجنة. إجابة غير منطقية أمام الناس. إجابة والله العظيم الآن
تضحك الجماهير يا إخوان. جاوبني أجوبة منطقية. لماذا ربك وعد جهنم أن يملاها من الجنة والناس وملاها بقدمه؟ وما هو الداعي؟ ربك يأتي بصورتين، إذا هو من باب العذاب ليش يجيب صورتين؟ شنو الداعي؟ خو يجي لهم مرة واحدة وخلص يفضل الموضوع. ليش جاء بصورتين؟ واثبت لي بأن عقيدة الأصابع عقيدة قرآنية تقول ما أثبت الله لنفسه. لم يثبت الله لنفسه أنه عنده أصابع، ولم يثبت النبي أن الله عنده أصابع في البخاري، بل هذا الحديث قد جاء من يهودي يعلم نبيك. فأرجو أن تكون الإجابة أمام الناس والجماهير إجابة منطقية. هسان هذن الثلاثة اللي عالنهن الأسئلة، أما المخفي فما أريد أشتغل وياك وأحجك قدام العالم يا شيخ فهد، فأتمنى تجاوبنا جواب منطقي حتى يصل عين الحق والحقيقة. أستاذ علي الوقت. طيب شكرا شيخ علاء. خلينا نقول ان في مفارقة عجيبة وغريبة، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. اللي بيدخل قناة حقائق الأديان بيخاف من الطرح. انا مش عارف ليه يا جماعة، يعني المثقفين والمبشرين المسيحيين الى اخره من ملحدين، الناس بتخاف من الطرح مش عارف ليه. يعني دلوقتي في المبشر المسيحي قال انا متاسف جدا بعد مراجعتي للحلقه الان انا محتاج اراجع. مش فاهم يراجع ايه؟ مش فاهم. يعني احنا بنتكلم في اساس انا مش فاهم. يعني انا الناس خايفين من ايه؟ الشرائع الاخرى انتوا خايفين من ايه؟ استاذ محمد ممكن ثواني؟ اتفضل يا فندم. والله العظيم لو ما موجود الطرف الشيعي اجى يناظر، بس يعني حاجه مفارقه عجيبه وغريبه. يعني محتاج تحضر ايه يا فندم؟ مش فاهم انا. يعني احنا ده يعني حاجه غريبه جدا. هنتكلم في الموضوع دوت، وهتبقى في رساله من القناه للشرائع الاخرى. احنا كده احنا محتاجين نراجع حساباتنا كلنا بقى. طيب شيخ فهد القحطاني اتفضل يا فندم. طيب بسم الله. اولا انت يعني يا شيخ علاء لا تفرق بين المجاز وبين ضرب الامثال. لما انا ضربت بان الامير قال ساملا هذه المدينه بسكانها، انا اضرب مثل، وهذه مصيبه لانكم اختلطتم بالاعاجم ففسدت لغتكم العربيه. اقولها بكل صراحه. كثير من يعني النقاط التي ينتقد فيها الرافضه كتاب الله وسنه رسول الله بسبب عدم فهمهم للغه العربيه. ثانيا تقول ان اليهودي قال للنبي عليه الصلاه والسلام يعني ان الله يضع البحار مثلا على اصبع والارض على اصبع. طيب انا متاسف بس يا شيخ فهد بعد اذنك، لان الاحاديث اللي بتطرح دلوقتي هي في احاديث طرحها الشيخ علاء هي اول مره تطرح في البرنامج حقيقه. ففي معانا ضيف هو اكاديمي وهو محقق للاحاديث، وانتم موجودين معانا هتسمحوا لنا ان احنا ندخل الضيف بحيث ان هو يصحح بعض من الاحاديث التي تطرح. اتفضل شيخ فهد. طيب نقول ايها الناس، دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام لا يختلفون مقدار شبر، لا يختلفون في صفات الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث آخر قال إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل حرفت من قبل اليهود والنصارى، والرافضة يمشون على منهجهم في قولهم أن القرآن محرف تشابهت قلوبهم. فقد بينا الآيات لقوم يوقنون. طيب الرافضي الشيخ علاء المهداوي يقول كيف يرى المنافقين ربهم وهم صاغرين؟ نقول إن الله يحكم ما يريد والله يفعل ما يريد، ولكن الله سبحانه وتعالى
حرم على الكفار والمنافقين والذين ينكرون رؤية الله، حرم عليهم رؤيته في جنات النعيم. أيضا الرافضة يعني كذبوا قول الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم سترون ربكم. فنحن نسلم لما قال الله وقال الرسول. أما إنكاركم، وهذا دليل على أن الرافضة والمعتزلة والإباضية كل من قال أن الله لا يرى في جنات النعيم، هذا دليل على أنهم يعبدون عدم. فإن قالوا نحن نقول أن الله لا يرى لعظمته وعظمة صفاته، نقول: أعطونا صفات الله. لن تعطونا صفات الله، وإنما تقولون عظيم كبير جليل. أعطونا صفات الله التي يثبتها لنفسه وأنتم تكذبونها. وأيضا أنت لما يعني تستهزئ وتقول يوم يكشف عن ساق، ليس المسلمون الذين قالوا هذا الشيء يا شيخ علاء، إنما رب المسلمين هو الذي قال ذلك. قال: يوم يكشف عن ساق. وجاء في الحديث الصحيح أنه يضع قدمه في النار. أين قال المسلمون أن الله يضع ساقه في النار؟ إنما هو افتراء وكذب. طيب، أنت تقول أنا الآن أسألك، لما تنكر صفة اليد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لو هم يقولون الرافضة ومن شابههم من المعتزلة وغيرهم يقولون أن اليد بمعنى ماذا؟ النعمة، أولوها إلى غير ما أراد الله. فنقول أن هذا سيصادم آيات كثيرة. مثلا قال الله: بل يداه مبسوطتان. فهل يستقيم المعنى لما نقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكرا شيخ فهد، بشكر حضرتك يا فندم. خلينا ننوه قبل ما ننتقل للشيخ علاء، اتمنى اللي بيبعت لنا سكرينات على البرنامج، كل اللي موجودين في الشات لو سمحتوا بعد اذنكم، الاداء من المشرفين، انتوا على الشات بعد اذن حضراتكم ممنوع الاساءة لا للرموز ولا المقدسات. الضيوف انتوا شايفينها في صراع ذهني حقيقي على الكادر، ولكن مفيش غلط، مفيش اساءة. فاتمنى ان احنا نقتدي بالضيوف لو سمحتوا بعد اذنكم على الشات. اتفضل شيخ علاء. يا أخي تناقض. بالبداية قال نحن نأخذ حديث النبي وعكس الرافضة. طبعا يا حديث الأصابع منين ثبت على نفسه أنه حديث يهودي، وقال خذوا أو حدثكم ما جاء من بني إسرائيل، ما أتذكر الحديث. يعني أنت وتقول التوراة والإنجيل محرفة، في عهد النبي محرفة، فكيف النبي يأخذ حديث الأصابع من يهودي وهي محرفة؟ أنا عاوز لي جملة مفيدة. هذا محمد هاي لك، هاي بلهجتكم، ماكو جملة مفيدة. هو قاعد يقول ناخذ من حديث النبي، والنبي يثبت ان النبي اخذ من يهودي. ما جاي يعرف عن التناقض هذا. حجي انت وين؟ انت قاعد تناظرني شيخ فهد؟ انت قاعد تحاورني لو تحاور منه؟ بس حتى العالم قاعد ابو على التعريف يقولوا الشيخ فهد وين قاعد يحكي؟ ويا من يسولف؟ مو يم الموضوع. طيب اعتراف منه انه الحديث جاء من يهودي، وقال خذوا من بني اسرائيل وما اتذكر الحديث. طيب يقول انت تقول اليد والله نسى ذكرها بالقران. طبعا انا ما جايب طار اليد، انا مو اسئلتي مو اليد، مو اليد. زين نريد نجاوبك. زين اليد كم يد؟ لان هنا اذا اليد بمعنى اليد صار تناقض بالقران، لان القران تارة يقول يد الله فوق ايديهم وحده، تارة يقول يداه مبسوطتان اثنين ايدين صارن، تارة يقول مما عملت ايدينا. هسه ما نريد نعرف ربك كم يد عندك، شو مره يقول وحده ومره اثنين. يا اخي اليد هنا لا بمعنى اليد زحمه، لان اليد جزء، وكيف ربك يتجزأ باجزاء؟
والاجزاء هي شيء مركب بشيء. انت هنا قاعد تدمر الوضعيه. هنا هسه الانبياء قاعد يبكون وينوحون بسببكم يا اخي. احترموا عقول المشاهدين. طيب هذا اثنين. ثلاثه، القرآن كذلك يقول، الله يقول على القرآن: لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. انطيني هذا القرآن يمي بجنبي. هذا القرآن، شو هذا القرآن؟ اخوان المشاهدين، الله قاعد يقول على القرآن، بالقرآن نفسه يقول علي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وين يدين القرآن؟ شو ما عنده يدين؟ ما قاعد نشوفها. إذا أنت حملت اليد بمعنى يد، خب لماذا لم تحمل هنا اليد بمعنى اليد؟ ها؟ قاعد يشوفون يد للقرآن وانا ما ادري. يا اخي هذا كله كلام. الله يتكلم ببعض الايات بالمجاز، مو معنى اليد. مثلا نقول يد الدولة مسلطة على رقاب الشعوب، مو معناته الدولة كاظة الشعب وتخنق بيهم بالسره، معناتها قوة الدولة مسلطة على الشعب. هذا الحديث. طيب ما قاعد يجاوب على اسئلتنا يا استاذ. يا اخي اجابة منطقية لا توجد عندك. أي إجابة على أسئلتي منطقية ماكو. حديثك من اليهودي حديث النبي واعترفت به أنت وقلت حدثوا ما أتاكم من بني إسرائيل. يعني تأخذ أنت عقيدة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الله راسله، ياخذ عقيدة من كتاب محرف؟ بالله زحمة. طيب إضافة ثانية، إذا رؤية الله عز وجل تقول إن الكافرين لا يرون الله ولكن المنافقين يرون الله. للعلم إن عذاب المنافقين في القرآن هو أشد من الكافرين، لأن الله لم يقل إن الكافرين في الدرك الأسفل من النار، بل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله قد وعد بعقاب للمنافقين في الدرك الأسفل، لأن النار هي عبارة عن دكات والجنة هي درجات. فكيف المنافقين يرون الله؟ ثم لم تجيب على سؤالي. قلت أنت بمعنى العذاب، قلت لك إذا بمعنى العذاب لماذا يأتي بصورتين؟ هذا يتكلم عن مجيء شخص مجسم. ماكو حالتين، حالة يأتي بغير صورة. زين يعني شنو معناته العذاب بغير صورة؟ إذا أنت فسرتها عذاب بمعنى عذاب، زين يأتي العذاب بغير صورة شلون؟ ويجي مرة ثانية العذاب بصورته الحقيقية. ماكو والله ماكو ربط الموضوع، ما بيها أي ربط. هذا نفس واحد يسولفوا له على سلمان المحمدي، يقولوا له سلمان المحمدي خوش صحابة، قال لهم أقول لكم نبي الله موسى والله نبي. قالوا له بابا شنو الربط؟ قاعد يسولف لك على سلمان المحمدي. هسه أنا قاعد أقول له أنت بمعنى العذاب، شلون ربك يجي بصورتين يقول لي معنى العذاب؟ يعني شنو العذاب قديمة بصورتين؟ زين. ثاني شيء الكلام على الرؤية. هذا الحديث الذي ذكرته مال رؤية الله عز وجل للمنافقين أو رؤية المنافقين لله، هذا في باب الرؤية. إثبات أنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم. زين والمنافقين هم يرون ربهم. إذن أين التفضيل؟ طيب زين سؤالنا بعد ما جاوب على الأسئلة إجابة منطقية. ربك عندما يأتي للمؤمنين بالجنة ويرونه، الجنة مكان لو مو مكان، مخلوق لو مو مخلوق، كيف المكان يحد الله؟ هل الله أصغر من ذلك المكان؟ واحد. ربك عندما يأتي للمؤمنين في الجنة قدمه تجي وياه لو تبقى بالنار، وعنده قدمين اثنين وين ضالة؟ بالكرسي، بجنب الكرسي. يجن وياه لو يبقى هناك. هذا على قولة أحد المحاورين المصريين يقول لي لا الله ما يجي كله، يجي جزء منه. يعني والله العظيم يا إخوان كل من يصرح بكيفه. الله عز وجل جاوبنا على الأسئلة. عندما يأتي إلى الجنة قدمه تبقى بالنار، والأقدام مالته بالكرسي كما في الرواية عندكم عن النبي، يبقى هناك بالكرسي لو يجن وياه. هذه إجابة منطقية أريد. وإجابة كيف تأخذ عقيدتك من كتاب محرف، لأن الحبر الذي جاء للنبي وهي عقيدة التوراة موجودة في سفر التثنية، وهي العهد القديم عند المسيح. وتمنيت المسيح موجود على مود أضرب عصفورين بحجر واحد، بس هو عرف له وفلت من عده، لأن يعرف الشيعي ما ينقدر بالتوحيد. يقدر يمشي عليك مالات البخاري ومالات مسلم، ربك اللي يخلي رجله بالنار وربك العاجز والبائس والضعيف، يقدر. بس من عرف أكو شيعي هنا هو مفلس بالتوحيد فهرب من عده.
فجاوبني على كيف تأخذ عقيدتك من اليهود والكتاب المحرف، وهل النبي لا يعلم بأن لله أصابع؟ لأن الحديث يدل على أن النبي تعجب. ولماذا ربك يأتي بالصورتين؟ ما هو إذا كان العذاب بمعنى العذاب؟ شكرا. ولماذا ربك خالف وعده؟ قد ذكر انها يملا جهنم من الجنه والناس اجمعين وهنالك قد ملأها بقدمه. شكرا. اجابه منطقيه. شكرا شيخ علاء. لا هو مش موضوع من الحلقه بس، لا ده كانت في مفارقه عجيبه الايام اللي فاتت ايضا، ان في بعض من الشرائع الاخرى حتى بما فيهم الملحدين ابتدوا يقولوا ان احنا لازم نحضر ونعيد حساباتنا مره واثنين وثلاثه للدخول في القناه. ده صدقا يعني، وبعض من مشايخ السنه والشيعه على علم بهذا الموضوع. خلينا نقول طيب شيخ علاء، انت بتسال اسئله منطقيه، والاسئله بتاعتك ممكن تدور في ذهن مسلم او غير مسلم، فده امر طبيعي نتفاعل مع ما يطرح، ده ايضا واجب. فخلينا ان احنا الاسئله بتاعتك خصوصا الروايه اللي انت قلت عليها اللي هي في سند ان الله متغير، خلينا ان احنا استاذ ربيع، حضرتك انسان اكاديمي، اهلا وسهلا بيك. استاذ ربيع بعد اذنك، يا شيخ فهد بعد اذنك، الروايات، وحضرتك انسان محقق واكاديمي، الروايات اللي بيذكرها الشيخ علاء دي روايات صارخه موجوده في التراث السني يا فندم، ممكن تجاوبنا صحتها ايه؟ اتفضل. الكلام ليا انا كنت بتكلم. الكلام لحضرتك. انت سمعت الروايات اللي سردها الشيخ علاء؟ هو راجل داعية اسلامي شيعي، راجل محترم بيطرح اسئلة، الشيخ فهد طبعا بيتفاعل معاه، ولكن انت راجل محقق يعني انت اكاديمي. الروايات اللي بيذكرها الشيخ علاء دي صحيحة يا فندم ولا هو بيدعي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. ارحب بك يا شيخ فهد ترحيبا شديدا. الله يبارك فيك يا شيخنا. والشيخ علاء أتابعه كثيرا وبحثت عنه كثيرا. ندخل في الموضوع على طول بعد اذنك يا استاذ ربيع عشان وقت البرنامج. بعد اذنك ندخل في الموضوع. الراجل طرح بعض من الرواية. تمام. بالنسبة للرواية التي فيها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فلقد طرح فيها إشكالات عدة، وأنا لا أقول لك من عقلي، ولكن سوف أنقل لك كلام بعض علماء تعليقا على تلك الرواية. فقال أبي عاصم النبيل في كتابه نقد التأسيس: ذلك التغير تغير يقع في عين الرائين وليس تغير في ذات الله، كنحو ما يخيل للإنسان أي شيء بخلاف ما هو به فيتوهم على حقيقته، كتخيل سحرة فرعون وكتخيل صلب المسيح في قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويقول ابن تيمية في نقد التأسيس الجزء الثالث صفحة 397: عرفوها بالنعت في الدنيا ولفظ الرواية صحيح في ذلك، ولا يوجد أي حديث يثبت أنهم رأوه أول مرة. وقال: لا يعرفون صورة الله في الدنيا لأن الصورة التي رسمها الله لنفسه في الدنيا هي ليس كمثله شيء، فلو أرادوا الصفات المخبر عنها في الدنيا لذكروها، والله أعظم أن يستطيع أحد أن ينعت صورته، وهو سبحانه وصف نفسه لعباده على قدر ما تحتمل أفهامهم. ويقول: وعندي استشهاد آخر، يقول الدارمي في نقده على المريسي: التحول مقيد بالرأي والمرء، كقوله تعالى: وإذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم. وقد نفى شيخ الإسلام التغير الذي يراد منه استحالة الشيء من صفة إلى أخرى، والأئمة الثلاثة متفقون على هذا، ويريدون نفي إتيان الله في صورة بعد صورة، والتأويل تنفي الأباطيل. ويقول ابن تيمية: والأسلم أن يقولوا يأتي الله في صورة بعد صورة، ولا يقول إن الله تتغير صورته بعد من هذه الألفاظ.
ومجيء الله سبحانه وتعالى، مجيء الله، صفة مجيء الله سبحانه وتعالى ليست هي جديدة، بل لها أصل في القرآن الكريم. فقد قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. تكن في تفاسيركم في تفسير القمي قال: إن الرب تبارك وتعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا في أول الليل وفي كل ليلة وفي الثلث الأخير، وأمامه ملك ينادي: هل من تائب حتى الفجر؟ فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه فيقسم الأرزاق بين عباده. والرواية صححها الخولي بنفس رجال السند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الاستدلال على المعنى ده امر طبيعي. طبعا ده هيكون وقتك انت للتعقيب على ما طرح الان. طبعا يا اخ علاء، انت سامعني؟ هل انت سامعني يا اخ علاء؟ نعم. طيب طبعا ده وقتك انت عشان انت تعقب على ما طرح. اتفضل. طبعا هو قال انا داخل من باب صحة الروايات، الان يلقي شبهات، وهذا اثبات على عجز فهد القحطاني. زين، اولا سارد على الشبهات اللي طرقتها. هو الباب اسمه الباب بالبخاري اللي بهذه الروايه مال الرب المتنكر اسمه باب كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها. هسه هي الى ربها ناظره الى ربها، هم هذا الله؟ هو الباب اسمه على الله عز وجل قاعد يتكلم واحد. طيب اذا مو هو الله عز وجل تراءى لهم، شلون عرفوا الساق؟ مو هي الساق ساق الله اللي شافوها هم هاي. وانما ننتظر ربنا. الروايه الاخرى قال: فياتيهم الجبار في الصوره غير صورته التي راوا فيها اول مره، فيقول: انا ربكم، فيقولون انت ربنا، فلا يكلمه الا الانبياء. اذا حتى الانبياء عيونهم مو صاحيه. هنا الروايه تقول: فلا يكلمه الا الانبياء. فيقول الناس يقولوا للانبياء: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. هسه الناس توهمت، انقلبت عيونهم، صاروا زومبي، صاروا حولان. طيب منافقين. زين الانبياء ايش بيهم كلموا ويقولون هو هذا الله وخلنا نسجد له؟ هم انقلبت عيونهم؟ استاذ انت دمرت الوضعيه، لو مخلينا انا وشيخ فهد القحطاني افضل. طيب هم نرد عليك. كتاب احاديث العقيده اللي هو هم انتبه له، يقول: كما تدل هذه الاحاديث على ان الله تعالى هو نفس الذي يتحول من صوره الى صوره. كتاب الاحاديث الحقيقه المتوهم اشكالها في الصحيحين. طيب باب القول بالايمان بالله تعالى، الفصل الاسماء والصفات، يقول: ان الحديث الدال على ان الله تعالى هو نفس الذي يتحول. هسه بعد الان ثبت انه حتى الانبياء عند اهل السنه والجماعه حسب شرح الاخ الاكاديمي، حتى الانبياء عيونهم تتحول. هسه هنا الاخ يقول عذاب، وهنا يقول الناس تتحول عيونهم. ترى والله العظيم مسخره. زين اذا كانوا مو الله عز وجل عيونهم تتحول، زين شلون هذا الحديث يقول تكملته: فيقول: انا ربكم، فيقولون انت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. الله هذا نفسه، لا تضحكون علينا الجماهير. اما روايه كتاب تفسير القم حبيبي ساقطه وراويها زين، بل هو كتاب تفسير القمي فيه اشكالات. وجعفر السبحاني يقول: الذي بين ايدينا ليس كتاب القمي الحقيقي، بل هو نسب الى القمي، وهو اكثر حادثه تنسب الى ابي الجارود الذي طرده الامام الصادق صاحب الفرقه الجاروديه المنحرفه على عقيده ال محمد. فمن تريد تجيب روايات يا قلبي؟ جيب روايات صحيحه. زين، هو الله يسالهم: هل يوجد علامه بينكم وبينه؟ يعني هم يسالون الانبياء شنو هاي العلامه؟ الساق. هسه اذا الساق هو غير مو الله، شلون طلعت الساق؟ مو انت قلت انه الله عز وجل بالقران يقول فيكشف عن ساق؟ مو هاي ايه؟ زين هاي الله مو على ساق، على وهم قاعد يحكي انه بس شنو صار طعن بالقران الكريم. وصلنا المرحله لين يقول مو الله هذا، تراءت لهم عيونهم. اذا حتى هاي الايه القرانيه اذا مو صحيحه، ما تتكلم عن حقيقه حسب كلام الاخ.
زين. اما شيخ فهد تعال قل لنا بالله، تقول الله عنده ايد. شيخ فهد ممكن تعطينا هذه الايه القرانيه ما معنى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ وين هي يدي الله ورسوله؟ وين يد الله حتى اقدم بين يدي ويد رسول الله؟ وين يد الله؟ انا اذا اقدم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هي وين هي يد الله على مود نقول لا نقدمه؟ طيب الى الان ما توجد اي اجابه علميه. اتمنى ان تستعينون. طبعا الخوئي سقط الروايه، هنا افترى على الخوئي. السيد ابو قاسم الخوئي يقول ان هذه الروايه باجمعها ضعيفه ولا يمكن الاعتماد عليها. في كتاب معجم رجال الحديث الروايه اللي جبتها مال الله ينزله الله يسعد، هاي مو مالاتنا، هاي مالاتكم ومالات التوراه، جيبوا لنا شغله غيرها مولانا. نعيد السؤال وبشده وبقوه ونرجع، ويمكنك ان تستعين بمشايخ امه المليار للاجابه على 3 اسئله، والله لن تستطيعوا معي صبرا. زين. لماذا ربك يكذب نفسه؟ يواعد ان جهنم تمتلئ من الجنه والناس ويضع قدمه. وهل ربك عندما ياتي للمؤمنين تاتي قدمه ام تبقى في جهنم؟ وهل ساقين ربك تبقى عند الكرسي ام تاتي معه لرؤيه المؤمنين؟ 1. 2. لماذا تاخذ عقيدتك من اليهود المحرفه باعترافك خذوا من بني اسرائيل او تحدثوا او احدثكم عن بني اسرائيل بقولك؟ هذا مضمون الحديث اتذكر. هل تاخذ عقيدتك من اليهود وقد ذمهم الله عز وجل في القرآن الكريم؟ 2. 3. هل أنت تتفق مع الشيخ بأن الذي يأتي هو ليس الله وهذا تراءى لهم؟ هل تتفق مع الشيخ؟ وإذا لم تتفق أخبر لنا ما هو الداعي إذا كان بمعنى العذاب أن يأتي بصورتين وهو عذاب. تفضل. طيب شكرا اخ علاء. خلينا بس نقول ان التفاعل بيننا وبين بعض مش موضوع ان يبقى في مثلا عدد وفي عدد قليل، لا. الموضوع ان احنا في احاديث بتطرح وفي روايات بتطرح عشان المشاهد يتلقى معلومات منضبطه، فبنحاول ان احنا نسمع جميع الاطراف. الذي يملك التصحيح والتوضيح، ما بنعملش اقصاء لاحد. طيب شيخ فهد القحطاني تفضل. طيب اقول من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ علاء قول وفعل وإقرار. فلما كلمه اليهودي على أن الله يعني يجعل على أصبعه البحار وعلى الأصبع الأخرى الأشجار وكذا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. فنحن أخذنا هذا من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في إذا يعني دققت في المعنى. طيب أما مثلا يعني بل يداه مبسوطتان، هذه لم تجب عليها. هل صحيح أن تقول بل نعمتاه مبسوطتان، أم نثبت لله يدين ونقول ليس كمثله شيء؟ طيب فلا يلزم إذا أثبت لله يدين أن تكون مثل يدي المخلوقين. ولهذا أنت تجد يد وبين المخلوقات يعني فروق عظيمة في أيديهم. فمثلا تجد يد الفيل ليست كيد النملة مثلا، وهما مخلوقان، فما بالك بين الخالق جل جلاله وبين المخلوق؟ فلا نستطيع أن نكيفها. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما استدلالك يا شيخ علاء بقول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في القرآن الكريم، نقول يعني قياس مع الفارق. فكلام الله ليس كالله سبحانه وتعالى، هو صفة من صفات الله، لكن لا تقارن. لماذا؟ لأنه على حسب السياق. لا أحد يقول أن للقرآن يدين يعني مثلا يدين لها صورة مثلا، هذا يخالف السياق. طيب بالنسبة
أنا أريد أن أسألك كذلك في عقيدتك، ماذا تقول في أن علي يقول أنا عين الله، أنا وجه الله، أنا رب الأرض؟ ماذا تقول في هذا الكلام لعلي؟ أليس هذا يعني فيه إشراك بالله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول رب السماوات والأرض وما بينهما هو الله جل جلاله، فلماذا تشركون علي وأئمتكم في أنهم رب لرضي؟ طيب، بالنسبة أن بعض العلماء قال أن الكافرين والمنافقين يرون الله في عرصات يوم القيامة ولا يرونه في جنات النعيم. أنت تقول طيب الآن أنت تثبت أن الله يرى في جنات النعيم، نقول نعم. لماذا؟ لأن الله قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، ولا يلزم من النظر إلى الله أن الجنة يعني تحيط به. ومن قال لك أن المؤمنين في الجنة يرون الله داخل الجنة مثلا؟ أنا أضرب لك يعني أقول لك لماذا؟ لأن سقف الجنة هو عرش الرحمن، والله فوق العرش. قال الله جل جلاله الرحمن على العرش استوى. فكيف يعني تقولنا أو تأتي بشبهات يعني ما لها محل من الإعراب كما يقال؟ طيب، أريدك أن تجيب إذا جاءت وقتك يا شيخ علاء، ماذا ترد في قول الإمام أنا رب الأرض؟ أليس هذا يعني تكذيب لقول الله رب السماوات والأرض وما بينهما؟ وأيضا شكرا. الرواية دي موجودة فين يا شيخ فهد؟ الرواية دي مهمة جدا، حساسة جدا. علي قال أنا رب الأرض. نعم، موجودة في مرآة الأنوار. وأيضا تشابهت عقيدة النصارى والشيعة في بحلول جزء إلهي في الأئمة. والدليل أن في أصول الكافي قال أبو عبد الله ولكن الله خلطنا بنفسه. شكرا. نعم. شكرا شيخ فهد، شكرا لحضرتك. ننتقل إلى الشيخ علاء. شيخ علاء اتفضل. والله العظيم وكم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه. أتحداك أن تأتي بآية من القرآن تثبت أن الرب خاصة لله. تعال إلى يوسف، النبي يقول واذكرني عند ربك. من هو الرب هنا؟ الله له الملك. وفي آية أخرى مضمونة على ما تذكر حتى لا تحسب عليه، وأما أحدكم فيسقي أو فسيسقي ربه خمرا. حبيبي مولانا، هنا الرب معناتها المربي، الرب معناتها المدبر، الرب معناتها المسؤول. معقولة يعني استاذ علمك على معاني الرب؟ هسه بطاقة الكمية مكتوبة أسعدنا بالعراق مع الكمية اللي يحصه من تريد تستلم من الحكومة كاتبين لك رب الأسرة أو رب البيت. يعني شنو رب؟ أبوي رب البيت يعني عبدي بابا. والله العظيم هي مكتوبة هي مكتوبة رب ولا الله يا شيخ علاء؟ رب مكتوبة مو لا رب يعني ممكن تحمل معاني فعلا يا شيخ فهد. يعني رب لا يعني لا ممكن تحمل. لا تحمل إلا معنى واحد. لماذا؟ هو؟ لأنها أتت مطلقة ولم تأتي مقيدة. طب خليه يوضح يا شيخ فهد، خليه يوضح، وفي وقتك ممكن تصحح بعد إذن حضرتك. اتفضل شيخ. طيب يوسف النبي يقول واذكرني عند ربك. الرب هنا هم مطلقة، أي رب الدولة، أي مسؤول عن الدولة، ما يراد إلى روح للقاضي. أي المعصوم رب الأرض، أي إن المعصوم هو الإمام المفترض الطاعة والمسؤول على تلك الأرض لأنه خليفة الله. أما تقول علي بن أبي طالب يقول أنا عين الله، حبيب هذا حديث عندك، هذا حديث عندك. ماذا يقول في كتاب فتح الباري؟
رقم الحديث 6502. قال الله تعالى حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد أذنت بحرب مني، وما تقرب لي عبد، جاي يتكلم الله على عبد بسيط، وما تقرب لي عبد بشيء أحب مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت السمع الذي يسمع به. هذا الله قاعد يخاطب عباد. فكيف بأمير المؤمنين قاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل اتباع الجمل، هذا علي، حتى يكون سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. نعم علي عين الله حسب الحديث اللي عندك، عين الله الناظر على خلقه. لا هذا حديث عندك، هذا الله عز وجل قاعد يقول. زين، الرب ايضا تاتي بمعنى السيد، والنبي قال ان علي سيد العرب، انا سيد ولد ادم وعلي سيد العرب. يلا هم اطلقها النبي ان علي سيد العرب. يلا، والحديث في كتاب مسند احمد بن حنبل. مولانا هاي سوالف يعني مالت الله، غيروها واي. زين، كذلك مال الكافرين، قال ان الكافرين قال ان الكافرين يرون الله. لا والله، عنده في صحيح البخاري لا يرون الله. هذا الحديث يقول: ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الامه. المنافقون راح يرون الله. ليش تفتر على البخاري وتقول الكافرين؟ زين، وين وديت هاي الايه؟ هذه الايه القرانيه عندما تقول الله تبارك وتعالى يمنع عن الرؤيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني انا اخرج لك الايه لان على مود اقراها بالمضمون. طيب يا الله. يعني مضمون الآية: كلا إن نعم ثواني. الله عز وجل يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما بقى يتكلم عن الحجب. هاي ما عندنا بالقيامة الكافرين في كتبك يرون الله. طيب، ثانيا تناقض في الكلام. طبعا وجه الله، نعم، هسه انت من تقول وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والارض، وين توجهت الوجه؟ الله، لا تتوجهت البيت الله. اذا حتى بيت الله عندك هو يمثل وجه الله. هنا بمعنى التوجه. نحن نتوجه الى الله بالصلاه، اي نتوجه الى الكعبه. الله ما صاير هيك يعني في معتقدك، الله صاير هيك هذا في معتقدك. فاذا تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض لازم ترفع وجهك هيك وتصلي. طيب زين، تناقض. من الساعة قال نحن نثبت لله ما أثبته الله عز وجل له والنبي. النبي هسه قال لا نحن ناخذ من اليهود. سوين شو؟ لا الله ثبت لنفسه ولا النبي حكى الحديث. يهودي جاي مرعبل، واحد كذاب، كتابه محرف، ويكذبون على العالم ويجون يعلمون نبيك على التوحيد. والله العظيم زحمه. الآن شنو ثبت حسب اعتراف الشيخ يا أهل السنة؟ ثبت أن توحيدكم لله يهودي. بعد لا تطعنون باليهود، لا تطعنون، لأن توحيدكم أساسه من اليهود. باعترافه قال ناخذ من اليهود، ماكو مشكلة ونمشي الأمر. وهذا توحيد، والدين إذا فسد توحيده فسد الدين كله وسقط. مين اللي قال يا شيخ علاء ناخذ من اليهود ماكو مشكلة؟ نعم، قال ناخذ. النبي قال حدثكم عن بني إسرائيل هو قال وافق. قال النبي يعني نعم. هو وافق الشيخ فهد على هذا الطرح. لا، هو نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر له اليهودي أقره لأنه نعم أقره لأنه يعني وحي يعتبر. خلص. يعني وافق يا شيخ فهد. طب كمل يا شيخ علاء. كمل يا شيخ علاء. هو خليه يخلص، هو هيخلص الوقت بتاعه. حضرتك تصحح من عند الله. هو هيخلص وقته يا شيخ فهد. يا شيخ فهد هو يخلص وقته وهننتقل لحضرتك انت تصحح. اتفضل شيخ علاء كمل. اخوان، حتى تعلمون يا اهل السنه باعتراف الشيخ ان اليهودي هو الذي اخبر النبي، والنبي صدق على كلام اليهود. يا للهول ويا للتناقض بالقران اللي جروا عليه اهل السنه. القران ليس متناقض حاشا، ولكن حسب كتب السنه لا والله متناقض. الرب الذي يضم اليهود في القران ثم يسمح للنبي انه ياخذ من اليهود. طيب، هذه في سفر الخروج اصحاح 31. هذا الحديث اخوان اللي اليهودي جعل من النبي موجود في كتاب التوراة المحرف. ثم اعطى موسى عند فراقه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهاده، لوحي حجر مكتوب باصبع الله.
أهل اليهود يعتقدون الله عنده إصبع، إذا إن الإصبع جزء من اليد. وإذا حتى اليهود يعتقدون الله عنده إيد، وحتى اليهود يعتقدون أن الله جالس على عرش على كرسي. نعم، عقيدة السنة والجماعة قد جاءت من كعب الأحبار اللي جاء به عمر بن الخطاب من اليمن وجعله في المدينة على أساس أسلم، وهذا كذب. وقال له علم الصحابة، وقعد يذب السموم على العالم ويعلم العالم العقيدة المنحرفة. ثم جاء البخاري بعد موت النبي 200 عام كتب لهم هذه الذي غير لا سائل النبي وسائل الله وسائل القرآن الكريم. وجوا هذول المساكين، وهذول المساكين هم يستلمون راتب، جاي يموتون من الجوع، يموتون من خطبة يعطونها لهم ويلقونها، يموتون من الجوع لأن ذات شيء راح يدهور راح يتدمر. هسه حتى هذا اسامه الاخ الردي متشيع يقول لي يسمى روحه انا سني وافتخر لان عمود لا ينفض الاهل لا ياذونه. زين، طيب النبي صلى الله عليه واله في الحديث لم يوافق على كلام اليهودي. الان انت هم كذبت، اتحداك ان تخرج من نفس الحديث في صحيح البخاري ان النبي وافق على كلام اليهودي. اريد شكرا شيخ علاء، شكرا. اتفضل شيخ فهد، يتمنى ان حضرتك تصحح لنا توضح لنا يا فندم، اتفضل. طيب، بسم الله وعلى بركة الله. أما الآن الرافضة يقولون في هذه الرواية ليس فيها شيء في قول علي أو الإمام تبعهم أنا رب الأرض، وأقول له أن رب الأرض هو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب، أما مقارنتك لحديث كنت سمعه الذي يسمع به، فمعناه أن الله يسدده في سمعه، ولا نقول بحلول جزء إلهي في الإنسان كما تقولون، وسأذكرها بعد قليل. فقياسك على قول علي أنا سمع الله أنا عين الله قياس فاسد. طيب، المنافقون هل هم كفار أم غير كفار؟ كفار. وأنا ذكرت 3 أقوال للعلماء، هم كفار في المعنى العام، لكن تقسيمهم في يوم القيامة هناك كفار ومنافقين، وهم من معنى العام كفار المنافقين، لكن يرون الله في عرصات يوم القيامة ليس رؤية تنعم، وإنما رؤية تعذيب، كاللص إذا وقف بين يدي الملك. ولذلك في جنات النعيم لا يرون الله، أهل الجنة يرون الله رؤية تنعم. والرافضة وغيرهم من أهل البدع حرموا أنفسهم ولا يريدون أن يرون الله يعني ترهات من عندهم. الله يقول إلى ربها ناظرة، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم. ومن الأدلة على أن عقيدة النصارى يعني توافق عقيدة الرافضة في حلول جزء إلهي. فمثلا النصارى قالوا حل الله في عيسى، والرافضة ماذا يقولون؟ يقولون أن علي يقول أنا وجه الله، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ويبقى وجه ربك. إذن وجه ربك من هم؟ هم الله وعلي. حد يا أنك تحدد يا أنك ستقع في قول الحلول والاتحاد. فمثل ما قلت تشابهت قلوبهم. وثالثا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام من التشريع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأنه قد يقول شيئا صحيحا من التوراة لم يحرف. التوراة حرفت، لكن هناك في أشياء في التوراة صحيحة، والإنجيل حرف، ولكن هناك في الإنجيل أشياء صحيحة. فدين الأنبياء واحد، ولكن يريد أن يشاغب الشيخ علاء، ويتهمنا أننا نتبع
التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، ولكن هناك دواء نبوي قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فمعناه أن الأصابع الرحمن إذا ذكرت في التوراة والإنجيل فهي ليست من المحرفة. لماذا؟ لأن دين الأنبياء واحد. قال الله إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام بالمعنى العام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين عيسى ودين موسى ومن قبلهم من الأنبياء. فسؤالي للشيخ علاء أيضا في حلول الجزء الإلهي، كيف تقولون أن علي وجه الله وهو الذي يبقى في آخر شيء؟ فهل نقول أن علي والله هم الذين يبقون في وجه واحد؟ فهذا هو الحلول. وأيضا توكلهم على غير الله، هل هذا من التوحيد؟ فمثلا يزعمون أن الأيام تنفع وتضر، جاءت رواية أنه لا تخرج، قال في وسائل الشيعة عفوا كتاب الروضة السبت فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء. وانظر إلى ضعف قلوب الرافضة. أيضا عندهم روايات يقول لا تقص أظفارك في يوم الأربعاء. والله سبحانه وتعالى بالتوحيد شنو هاي؟ كيف؟ شنو علاقته بالتوحيد؟ هذا ضعف في التوكل على الله، والتوكل على الله هو من التوحيد. هذا التوكل على الله من التوحيد أم لا؟ طيب شكرا شيخ فهد. خليني أقول على حاجة قبل ما أدي الكلمة للشيخ علاء. المعطيات التي طرحت في هذه الحلقة تستحق المراجعة، تستحق مننا جميعا المراجعة، واحنا هنراجعها. ده الجزء الأول. خلينا ندي الشيخ علاء، دي آخر مداخلة لحضرتك، والشيخ فهد هو هيختم، انت بدأت هو هيختم، وده الجزء الأولاني في سلسلة إن شاء الله هتكون مفتوحة لمعرفة ما وراء الكواليس ومعرفة الحقائق. اتفضل شيخ علاء. طبعا هو قال الحديث الذي ذكرت حديث القدسي انه الله يقول انه بصر الذي ابصر به بمعنى التسديد. طيب هو احنا هذا اعتقادنا انه علي عين الله، اي ان الله يسدد علي بن ابي طالب. خلص ما عندك شيء، هو هذا الاعتقاد. اتحداك الان امام الناس عندما نقول علي وجه الله بمعنى الوجه الاتحاد، اتحداك تاتي بمفسر واحد بعد. طيب لا شنو تجيبني خلنا نكمل وقتك تجاوبني. ائتي لي بتفسير واحد يقول علي وجه الله بمعنى الوجه العضو الجزء، هذا بمعنى ما موجود هذا. زين ممكن تفسرنا هاي الآية سجلها، تقول نفس يا حسرتي أو يا حسرة نعم على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ما تعني جنب الله، وهل لربك جنب؟ الجنب في اللغة العربية معناته القرب، فنقول فلان جنب فلان. فالنبي والأئمة تقول هم جنب الله، بمعنى هم القريبين إلى الله عز وجل، هم أفضل خلق الله، وهذا معنى الجنب لغويا بمعنى القرب. فعلي جنب الله عز وجل من باب القرب. يا أخي هذا كلامك كله اللي قاعد تتكلم به هذا أكل الزمان عليه وشرب. شوف لك شبهات غيرها. هاي تلاميذنا قاعد يردون علينا، الله يخليك. هذا كله كلام بالمجاز، احنا نؤمن بالمجاز. عين الله أي الذي يسدده الله، جنب الله بمعنى القرب. الأول أولا بآمن بالنبي، كله مجاز هذا يا أخي. زين، اما الروايه اللي جبتها مال بحار الانوار ماخوذه من بصائر الدرجات، وصاحب بصائر الدرجات ماخوذه من كتاب سليم بن قيس الهلالي، والروايه ضعفونها. امشوف لك وحده غيرها يا بعد قلبي ممكن تجاوبنا بما انت لا تاخذ المجاز. نعم، اي روايه اللي ضعفوها؟ الروايه ضعفوها مال الجنوب نفسيتها يضعفونها، كثير من العلماء يضعفونها. طيب
إضافة أخرى يا عزيزي، إضافة أخرى، بما أنت تعير تقول إن الشيعة يأخذون بالمجاز والرافضة بالمجاز وبالمجاز، بما أنت تأخذ عن الحقيقة، ممكن تجاوبنا على هذه الآية؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت تأخذ على الحقيقة ما تأخذ على المجاز، راح يبقى بس وجه الله، يعني اليدين والساق والقدمين والعينين. يا رحان لا تأول، لا تأول، لا تأول. انت تاخذ على الحقيقه، يد يد، عين عين. هذا كلامك. انت تعيرنا ليه ناخذ مجاز بما انت تاخذ على الحقيقه؟ يدل نعم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني اليدين والساق ما راح يشوفون يوم القيامه، يشوفون بس وجه ربكم. انتم تاخذون على الحقيقه. اما حديث علي رب الارض، ترى كاتبها جوله المؤلف، قال لك علي رب الارض بمعنى امام الارض. ترى ما والله يا اخوان اقسم بالله قاعد اردهن وانا مترهي عليهن. قاعد تلاحظون شيء؟ قاعد اجاوب على الاسئله نقطه 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 نقطه، وهو الى الان اسئلتي الثلاث ما جاوب. ساعه يروح رافضه، وساعه يروح تقريض الاظافر، وساعه يروح للصوره، وساعه يروح للصفات، وساعه يروح لرب الارض، وصار له ساعه يا مشاهدين الكرام يشرق ويغرب، وانا ضال اجاوب ان نقطه على نقطه من غير التدليس ومن غير بتر الروايات ومن غير التفاصيل ما قاعد يجيبها. طيب تجاوبنا اين تذهب أعضاء ربك بما تأخذ عن الحقيقة ولا تأخذ عن المجاز في قوله تعالى كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ جاوبني عندما تلتقي بربك يوم القيامة في الجنة، هاي إذا دخلت الجنة، عندما تلتقي بربك بالجنة قدمه تجي وياه لو تبقى بالنار. ليش ما قاعد تجاوبني هذا السؤال؟ من تجي ربك بالجنة يجي وتلتقي به الساق مالته الثنين يبقى بالعرش لو يجن وياه، ما قاعد وما تجي الجواب وماكو جواب. وهذه الاسئله ظلت تدور عند السنه واخذت بهم للالحاد. حتى قبل ايام مغربي قال لي انا سني وسبب تسنى ادى الى الالحاد، والان رجعت انه اتشيع لان عرفت ان الرب الذي عند الشيعه هو المستحق للعباده حقيقه، وليس رب عاجز. والله ملائكه شايلته وتعبانه ومتحنبطه به، ويقعد على العرش من قد وزنه، والعرش يطلع عطيط. طبعا شنو معنى عطيط؟ صوت، يعني مثلا يقولون صوت، يقول مثل فتحه الباب زحمه زحمه زحمه. تعبد رب يقعد على العرش يسوي للعرش عطيط؟ تعبد رب ياتي متنكر للخلائق؟ شنو خايف؟ تعبد رب يخلي قدمه بالنار؟ تعبد رب عقيدتك تاخذها من يهودي؟ همي اخر من يناقش في التوحيد، آخر من يناقش بالتوحيد هم أهل السنة والجماعة. وهي إلزامات للمسيح، اخذوها راح تفلقون عليهم، والله تظلون تبطنشون والله العظيم بهاي الأسئلة. وما حد راح يجاوبكم. ما جاوبتني على الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هي وين يد الله عز وجل على المتقدم به؟ يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فسر لي ما معنى اليد هنا، بما أنت تأخذ اليد بمعنى اليد. أسئلتي واضحة أمام الناس، ما قاعد يجاوبني. لماذا تأخذ عقيدتك من اليهود المحرف؟ واحد، إذا لقيت ربك في الجنة هل قدمه تبقى في النار أم تأتي مع ربك؟ والقدمين عند الكرسي يبقى بالكرسي أم يجن مع ربك؟ وما هو الداعي لرب بما أنت قلت عذاب؟ وقاعد نعيد لك سؤال العذاب، قلت الصورة يأتي بمعنى عذاب، لماذا يأتي بصورتين يا أخي؟ استاذ محمد خليه يجاوب على الاسئله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما معنى اليد هنا؟ وين يد الله عز وجل على المتقدم؟ وكل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، بما تاخذ على الحقيقه راح يبقى بس وجه ربك، يعني راح تلتقي بيوم القيامه بس وجه، وين الاعضاء راح تروح؟ جاوبني عليها ارجوك، متنازل عن الوقت. طيب شكرا شيخ علاء. الطرح اللي انت بتطرحه اسئله كتيره جدا وفي صلب المعتقد، فأنا أعتقد لو يعني الشيخ فهد هيجاوب على ما تيسر اليوم، وهيكون في جزء تاني. شيخ فهد اتفضل. طيب، أما قول الشيخ علاء أنا وجه الله، علي بقول علي أنا وجه الله، يقول أنه من باب التسديد. فكيف نقول في قول علي أنا وجه الله نقول أنه يسدد وجه علي؟ فهذا لا يستقيم المعنى وكلام مشقلب. طيب، أما أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، انظر إلى سياق الآية في سباقها ولحاقها تجد أنه ندم على أنه لم يتبع أمر الله. ولذلك لا تستطيعون أن تأتوا إلى الآيات المحكمة فتطعنوا فيها، وإنما تأتوا
تأتون إلى المتشابه، ومثل ما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما قول الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربه، أي السياق الآية يعني انظر إليها، هو يأتي إلى الآيات المتشابهة. نقول بعض الأحيان السياق يفرق، أي يبقى الله سبحانه، لأن سياقها لا يصح أن تقول يبقى وجه الله فقط. وأيضا من معانيها إثبات الوجه لله سبحانه. وأما قولك رب الأرض، هذا يصادم قول الله: رب السماوات والأرض فاتق الله في نفسك. أما قول الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أيضا انظر إلى سياق الآيات. أنت تأتي إلى الآيات المتشابهة وتريد أن تشاغب يا شيخ علاء. نقول لا تتقدموا لا تقدموا يعني شهوات الدنيا ومطامعها وهوى الأنفس على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تحترموا لماذا أولت؟ وأن تحترموا حضور رسول الله، لأن السياق يدل، لأن السياقات تدل على ذلك. أنت تأتي إلى الآيات المتشابهة. دقيقة يا شيخ علاء، دقيقة. رجل الله وقدم الله. نقول لا، ذهبنا إلى غير ظاهر الآية لوجود قرينة. طيب، رجل الله وقدم الله، نقول أنت تقول كيف يعني رجل الله في النار وهو في الجنة وفوق العرش؟ نقول هذا ما هو الذي ورطكم، أنكم تقيسون الله بالمخلوقات وأنتم تعيبون علينا، ولن تجدوا أن أحد من أهل السنة والمسلمين يعني يشبهون الله بخلقه. فلماذا أنت الآن تهرب من شيء وتقع في شر منه؟ اليد بالمثنى. أنت الآن تسأل عن كيفية صفات الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليش أولت يد الله؟ يد الله ورسوله، ليش أولت هنا يد الله وهناك يد الله ما أولتها؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي في أوامره، في أوامر الله ورسوله. ليست مقام إثبات يد الله، تناقض. ليش ليش أولتها؟ ليش؟ طيب تمام، يعني يد الله هذه ليست يد حقيقية عندك؟ لا أستاذ بس ما دقيقة. هل هي نعم أنت تقول نعم أنا معك في نفس الآية يدي الله. أنت تقول أنها ليست يدي الله حقيقة. أنا أؤمن بالمجاز. نعم أنت ما تؤمن بالمجاز، ليش خليتها بالمجاز؟ طيب ما معنى اليد؟ ما معنى يد الله؟ ايش يد الله في هذه الآية؟ لا، في الآيات الأخرى وهذه الآية. كل آية وإلها سياقها. يد الله فوق أيديهم يا سلام. وأنا ماذا أقول؟ أنا أقول على سياق الآية. طيب ما معنى اليد؟ يد الله بصفة عامة. اليد بصفة عامة تأتي بأغلب الآية تأتي بمعنى القوة. طيب فسر لي قول الله: بل يداه مبسوطتان. طيب هذا التفسير واضح، هذا فسروه الأئمة عليهم السلام. يقول هنا الإمام الصادق في تفسير العياشي: بل يداه مبسوطتان، تثنية اليد إشارة إلى تقابل الأسماء وكناية عن غاية الجود، فإن الجود في الغاية إنما يعطي بيديه جميعا ينفق كيف يشاء. هنا بمعنى طيب الجود يأتي. هذا يخالف تفسيرك أخي الفاضل. أنت تقول يد الله بمعنى القوة. أستاذ الآن تقول بمعنى الجود. اسمعني، هنا هذا التفسير اللي عندك: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هنا تأتي بمعنى القدرة والتشريف والعطاء. هاي تفسيرك يقول. نعم، لكن أنت الآن تريد أن تعيب علينا. ليش قاعد أستاذ العزيز؟ هل أحد قال في هذه الآية من أهل السنة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اليدين التي نثبتها لله؟ هو أنا هذا سؤالي، ليش هنالك هل قال بها أحد؟ تفضل. خلنا نجاوبك. أجبني نعم أم لا؟ اسمعني. أولا أنا ما قلت اليد تأتي دائما بمعنى القوة حسب الآية. أنا أقول أهل السنة هل أحد قال بيدي الله ورسوله؟ لا دقيقة، أنت أشكلت علي في هذه الآية. تفضل. طيب يدي الله ورسوله. هل أحد من أهل السنة دقيقة
هل أحد من أهل السنة قال يدي الله ورسوله بأنها يد الله صفته؟ تفضل. اليد الله فوق أيديهم؟ لا الآية التي أشكلتها علي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هل أحد من علماء أهل السنة قال في هذه الآية بأنها صفة يد الله؟ بس خليني أجاب. هو هذا التناقض، ليش هناك قالوا يد الله بمعنى اليد وهنا قالوا بمعنى أمر الله؟ لماذا تأتي بالآية ما دام علماء السنة لم يقولوا هذه صفة الله؟ ليش اكو تناقض؟ ليش أولتوها؟ لأن سياق الآية أنت تقول سياقات الآيات تختلف، وأنا أقول لك سياق الآية يختلف، فلماذا باءك تجر وبائي لا تجر؟ طيب زين انطيني من علمائك قال إن الآيات التي تتحدث عن صفات الله تفسر حسب المعنى. يلا طلع لي من علمائك، أتحداك. طيب أبشر. أيضا هذا إن الآيات التي تتكلم بصفات الله تؤول، بل يقول علماء ابن عثيمين الآيات التي تتكلم بصفات الله لا تؤول، فبما أن الآية تتكلم عن صفة الله لماذا أولتها؟ إذا أنت باطل عند ابن عثيمين وسقطت دينك يا رجل. لا أنت فهمته خطأ، أنت فهمته خطأ. انطيني من علمائك. أنا الآن أمام الناس أتحداك أمام الناس أن تأتي بقول عالم أن الصفات لله تؤول وهذه الآية تتكلم عن صفة الله، لماذا تؤولها وخالفت علمائك؟ دقيقة. هل أحد من علماء أهل السنة قال في هذه الآية أن صفة الله هذه تقصد اليدين تقصد بأنها صفة الله؟ طيب هو هذا التناقض. هناك هل أحد من العلماء قالها؟ هل أحد من علماء المسلمين قال؟ لا اسمعني، أنا ما قاعد أقول لك، اسمعني أستاذ، أنا ما قاعد أفتر عليك وأقول لك اليد هنا بمعنى اليد، قاعد أقول بما هي تتكلم عن صفة الله وهنالك تتكلم عن صفة الله. لماذا اختلفت التفاسير وكلاهما يتكلم عن صفة الله؟ سياق الآية يختلف. الآن لماذا أنت تقول لي أن دقيقة التناقض عندكم يا شيخ علاء؟ لماذا أنت قبل قليل تقول أن اليد بمعنى القوة، ولما قلت لك بل يداه مبسوطتان مو دائما قلت لك حسب سياق الآية. أنا عندي على حسب سياق الآية في اللغة العربية، وليس 70 بطنا مثل ما عندكم. زين تقول على سياق الآية. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. تفضل. طيب ما هو ردك على ما خلقت بيدي؟ طيب أقرأ لك تفسير الآية. اقرأ يلا، طلعنا خلينا نشوف شنو راح تسوي. هم تأولها لو بمعنى يد. يلا تفضل، يلا اثبت اليد لله، اثبت ان الله عنده يد، يلا اثبت لي اياها. طبعا حتى ابن كثير قال بل يداه مبسوطتان بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، اي حتى في تفاسيرك. لا هناك يعني علماء مختلفين في هذا الشيء. خلاص اذا علماء مختلفين. المشكله لا. العلماء الذين يتبعون السنة لا يقولون بتأويل الصفات إلا إذا أتت الآية في يعني سياقها ما يدل على غير معناها. طيب السؤال لك اللي سألتك ما خلقت بيدي، هل تثبت إن لله يد هذه الآية لو ما تثبت؟ نعم نثبت لله هذه اليدين. نثبت هاي اليدين وكلاهما يمين؟ وكلاهما يمين كما قال عليه الصلاة والسلام. جميل. كلاهما مثنى لو جمع؟ كلاهما مثنى. زين لماذا الله في القرآن يقول مما عملت أيدينا إذا ربك عنده هواي أيادي؟ نعم سياق الآية هنا لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له أيدي كثيرة. أيدينا بمعنى أن الله خلق مخلوقات كثيرة. خلص قاعد يأول قبل في بدء الحلقة. لا. على حسب سياق الآية. حلقة في منتهى الأهمية، معطيات في منتهى الأهمية حقيقة والله. شرفتونا ونورتونا على قناة حقائق الأديان. الله يرضى عليك أستاذ محمد. الله خليني أشكر الشيخ علاء المهداوي الداعية الإسلامي الشيعي. خليني أشكر الشيخ فهد القحطاني الداعية الإسلامي السني. حقيقة معطيات أنا يعني أطلب منكم أن أنتم تبحثوا في صحتها. ده الجزء الأولاني. شكرا لكم، شكرا لكل السادة المشاهدين المحترمين المشرفين المحترمين، ونلقاكم في حلقات قادمة
باذن لا اله الا الله رب العالمين. يا السلام علي عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ زين احبك اموت عليك. جزاك الله خير. يلا في امان الله حبيبي. امان الله.